استاذ محسن عوض ابو جريشه مرشح لرئاسه نادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي السيسي. اولا كل سنه وانتم طيبين بحلول العيد الفطر المبارك على شعب الاسماعيليه. حضرتك طيب. وعلى جماهير الاسماعيليه المحبين الاسماعيلي وشعب الاسماعيليه المحب للنادي الاسماعيلي. اهلا بيك في موقع. انا مرشح لرئاسه النادي الاسماعيلي، بقول ان النادي الاسماعيلي عايز رئيس قوي وجريء، وفي نفس الوقت النادي الاسماعيلي منجم ذهب، بس عايز رئيس يتقي الله. لو اتقى الله الاسماعيلي ده هيبقى فوق. بمعنى الاسماعيلي ده بيدور دلوقتي كأنه شركة من الباطن. احنا عايزين نخليه نادي الاسماعيلي الرياضي اعلى نادي في مصر. انا بعتبر الاسماعيلي دوت هو اول نادي في مصر. لو سألت اهلاوي بتحب مين يقول لك الاهلي والاسماعيلي، الزمالك الاهلي والاسماعيلي، وهكذا. يبقى الاسماعيلي هو الفريق الاول في مصر. نادي الاسماعيلي انا عايز اخلي كل لعيبه نادي الاسماعيلي من اسماعيليه عن طريق مراكز الشباب، في ما يقرب من حوالي 80 او 100 مركز شباب. لو عملنا دورات في كل مركز شباب وطلعنا منه واحد وصفناهم كل سنة على 60 واحد ل 40 واحد لعيب، هنبقى عندنا ثروة قومية من لعيبة الاسماعيلية. ليه؟ بتاع اسماعيلية بيجي لك بجنيه من اي مكان. مش عايزين اي حد غريب. الغريب بيجي بعد جاي بطقم كور وشوية شرابات. وبعد ما نلمعه ويبقى ستار يقول لك انا دمي بيجري فيه احمر. عايزين كله يبقى اسماعيليه. ليه؟ بتاع اسماعيليه عارف ان غلط، عارف ابوه وعارف كبيره وعارف خاله، تقدر تلجأ له. نادي الاسماعيلي انا ربنا كرمني، كنت ليا نصيب، وعدهم ان انا اعمل نادي اجتماعي في خلال الشتاء القادم في داخل النادي الاسماعيلي. والحاجه الثانيه في كمان منجم ذهب موجود في نادي اجتماعي اللي هو موجود في النادي الاسماعيلي حاليا، اللي هو اللي في الملاحه. المكان دوت منجم ذهب. انا اوعد الناس ده ممكن ده يجيب في الشهر 2 مليون جنيه. الشهر الواحد؟ في الشهر الواحد 2 مليون جنيه. ابقى اقول لك اللي يمسك الاسماعيلي يمسكه يتقي الله. الاسماعيلي منجم ذهب، بس يمسكه يتقي الله، هيجيب منه فلوس. ما يمسكوش عشان يعمل مصلحه لذاته هو، لا، لو عمل لمصلحه نادي الاسماعيلي وشعب اسماعيليه وشعب اسماعيليه، الاسماعيلي ده هيبقى فيه 150 مليون جنيه، 200 مليون جنيه. علي جه، خميس جه، جمعه جه، المبلغ موجود. ده هدفي. وبعدين نعمل عضويه 80,000 عضويه، 100,000 عضويه. انا رحت دكتور عبد الباقي قلت له هل ممكن نخلي العضويه 500 جنيه او 300 جنيه؟ قال لي مفيش مانع. لو عملنا 100,000 عضويه 500 جنيه ادي 50 مليون جنيه. 35 جنيه والناس ما بتدفعهاش. ما انت هتعمل نادي اجتماعي، نادي اجتماعي هيجيب لك الناس. تعمل نادي اجتماعي هيجيب لك الناس، يبقى هتجيب فلوس. الاسماعيلي منجم ده مع الدعايه. فوق عن كده انا عايز نادي الاسماعيلي مش كله كوره بس، لا، انا عايز نادي الاسماعيلي دوت من خلاله يشغل شباب اسماعيليه. ازاي؟ ممكن نكتر العضويه في مصانع في اسماعيليه وشركات كتيره، وفي موجود مثلا الهيئه، في كهرباء، في الاستثمار وكل ده نخليهم يعملوا عضويه، وفي نفس الوقت يعينوا كل مكان 10 أو 20 من شباب اسماعيليه. يبقى انت عملت عضويه جديده وفي نفس الوقت خليت شباب اسماعيليه اشتغل، اللي هو مش لاقي يشتغل. لان اسماعيليه انا بعتبرها المحافظه اللي مظلومه في خط الكنال. بورسعيد فيها المينا، السويس فيها بترول، لكن اسماعيليه دي مظلومه، شبابها مظلوم، شعبها مظلوم، كلهم موظفين. عايزين يبقى ايه؟ نادي اسماعيلي يعمل استثمارات كبيره للشباب دي، يبقى 3 محافظات كلهم فيهم استثمارات كامله. ده هدفي ان اسماعيلي يخدم نادي اسماعيلي ويخدم اهل اسماعيليه وشعب اسماعيليه. يعني احنا كده نعرف ان البرنامج بتاع حضرتك اول حاجه تعملها النادي الاجتماعي، ثم العضويات الجديده، والشباب يتعين، والشباب من خلاله يتعين. طبعا كده ممكن نعمل عمليه ايه؟ نرجع مجله الاسماعيلي تاني. برنامج الدراويش. لا، اسمها الاسماعيلي. اسماعيلي هنوزعها بطريقه عنكبوتيه عن طريق محافظه الاسماعيليه كلها.
نعمل في كل مكان، مثلا في السويس، في القصاصين، في التل الكبير، في الانطره، في فايد، في صلابيون، في الهويس، في كل اماكن لتوزيعها. وفي نفس الوقت نفس الاماكن دي نوزع التذاكر. هتقول لي طب ممكن ايه تتسرق الفلوس؟ لا، كل واحد بيوزع الجريده وبيوزع التذاكر يتامن عليه، يتأمن عليه، عشان لو ضاعت الفلوس يبقى ايه ناخد ايه فلوسنا من التأمين. يبقى ايه، يبقى بتشارك شعب اسماعيلية كله، مش كل التذاكر تبقى موجودة في نادي الاسماعيلي بس، لا نوزعها على مستوى اسماعيلية كلها. يبقى بتوزع تذاكر، بتوزع المجلة في نفس المراكز دي. يبقى بدل ما الجريدة بتتعمل على 2000 3000، لا ده شعب اسماعيلية دلوقتي 1.4 مليون. لو خدنا 300,000 واحد في شباب اسماعيليه اتوزعت على اسماعيليه كلها، شوف بقى لما توزع مثلا كل اسبوع كل 3 ايام يبقى جبت ايراد كامل. فانا بقول برضه بقرار اسماعيلي منجم ذهب، بس اللي يمسكه شويه تفكير وشويه ايه وشويه اداره تمسكه تتقي الله. طبعا كده نفس التذاكر دي كابتن ممكن تعمل فيها ايه؟ نفس تذاكر انا اتفقت مع شركات كبيره نجيب دعايه على نفس التذاكر، وفي نفس الوقت نعمل دعايه على نفس التذكره، وفي نفس الوقت نفس التذكره دي بين الشوطين بنعمل عليها سحب. مثلا ثلاجه، غساله، تلفزيون، والناس تاخذها ببلاش للجمهور عشان يجي ينجذب للمباريات، تحس ان في عائد وفي واخد بالك، وحاجات فخمه جدا يعني، وهياخدها ببلاش. الاسماعيلي برضو بقررها منجم ذهب، وانا عايز اخدم الاسماعيلي، صدقوني انا عايز اخدم بقلب، لان شفت الفترات اللي فاتت كلها كل اللي بيخش مع احترامي ليهم كلهم بيخش لهدف معين، لكن احنا عايزين نخش نخدم النادي الاسماعيلي، عشان الاسماعيلي مش في مصر بس فريق اول، يبقى افريقيا وعالميا من النوادي اللي هي اشار ليها بالبنان ان شاء الله. محسن عوض ابو جريشه مرشح رئيس مجلس الاداره الاسماعيلي رقم 1. احنا نتمنى لحضرتك وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه لشعب الاسماعيليه. طيب احنا نتمنى لحضرتك التوفيق وافكار كويسه منيره فعلا، وفي افكار ثانيه كتيره، بس انا بقول لك يعني حاجات بسيطه. افكار كتيره وممكن اقولها ثاني مثلا في لقاء ثاني، بحيث ان ايه برضو الواحد متحفظ على حاجات ممكن تفرقع عشان غيري ما ياخدهاش وايه ونسيبها لنفسه. احنا بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله ربنا يديك على قد نيتك. انا حاسس ان نيتك صادقه في خدمه نادي والله العظيم، والله انا بحلف بالله. انا لما جيت دخلت عشان اقدم قلت لهم اصلي الظهر الاول، صلاه الظهريه، وتوضيت صوت تاني، ودخلت اقسم بالله انا دخلت مطمئن وواثق في الله، واللي بيثق في الله عمره قبل اكيد عمره ما بيضيمه. ربنا يوفقك كابتن، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.